مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا اليوم الثاني والأخير لحساب الجولة 34 ضمن منافسات دورينا دوري النجوم العراق لموسم 2025-2026 هنا حيث العاصمة الجميلة بغداد، وتحديدا ملعب الكابتن شرار حيدر، ولقاء مهم ما بين الكناري نادي الكرخ وأسود العاصمة أمانة بغداد. الكرخ القادم من انتصار كبير على زاخو بريمونتادا مثيرة، وأمانة بغداد القادم من تعادل أمام النجف. أيمن الحكيم لاستمرار النتائج الإيجابية، ووسام طالب لتصحيح المسار والخروج من طريق التعادلات. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأن تكون مباراة جميلة تليق بتاريخ واسم الفريقين. مواجهات عديدة جمعت الكرخ وأمانة بغداد على مستوى سنوات طويلة، لكن نتحدث عن هذا اللقاء. هي مباراة الإياب لحساب المرحلة الثانية بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى بالتعادل بهدف مقابل هدف. من هنالك سجل مجتبى صالح لفريق الكرخ، وجبار كريم اللي عدل النتيجة بآخر دقائق اللقاء. مباراة كانت صعبة بلقاء الذهاب، واللي تعرض من خلالها لاعب فريق الكرخ حسن علي برهي للبطاقة الحمراء. إذن مشاهدينا متابعينا، العاصمة الحبيبة بغداد وملعب الكابتن شرار حيدر، ولقاء لحساب الجولة 34 ضمن منافسات دورينا دوري نجوم العراق. الطاقم التحكيمي اللي يقود مجريات هذا اللقاء بقيادة يوسف سعيد، يساعد كرار عباس وعلاء عباس، وحيدر عدوان الحكم الرابع. أما بغرفة الفار مهند مناف وأكرم علي. أيضا المباريات الخمسة الأخيرة لفريق الكرخ خسارتين كانت أمام الزوراء وأربيل، وانتصارين على الكهرباء وزاخو، وتعادل وحيد أمام فريق القرمة. أما بالنسبة لي أمانة بغداد 4 لقاءات انتهت بالتعادل أمام الموصل والزوراء، القاسم والنجف، وخسارة وحيدة كانت أمام فريق الميناء برباعية نظيفة. آخر انتصار لأمانة بغداد كان على فريق الدهوك بالجولة 28 بنتيجة 2-1. واليوم مباراة يعني بالأخص لفريق أمانة بغداد هي مهمة، لأنه يقع بالمركز 18 أمام الكرخ بالمركز 8، الفارق 10 مراكز ونقاط عديدة. وسام طالب مدرب أمانة بغداد بمواجهة السوري أيمن الحكيم، وعلى بركة الله ثواني وتنطلق صافرة الدولي يوسف سعيد للإعلان عن بداية أحداث هذا اللقاء. هدافين كلا الفريقين بالنسبة لي الكرخ هداف الفريق يونس حمود برصيد 12 هدف، وهداف أمانة بغداد اللاعب جبار كريم. لكن على دكة البدلاء اليوم هذا هو أيمن الحكيم صاحب 66 سنة، اللي بدأ مسيرته مع المنتخب السوري ودرب دهوك والقاسم، وهو الآن مدربا لفريق الكرخ، ثالث فريق يشرف على تدريبه السوري أيمن الحكيم. نتحدث عن دورينا وبذلك تشكيلة الفريقين سنوافيكم بها بعد انطلاق صافرة البداية. يوسف سعيد بانتظار اطلاق صافرة بداية احداث هذا اللقاء، ولقاء مهم ما بين فريق الكرخ وأمانة بغداد. ننتظر ونترقب بهذه المباراة، وعلى بركة الله تنطلق صافرة البداية. الكرخ من الجهة اليمنى بألوانه المعتادة الصفراء، وأمانة بغداد من الجهة اليسرى بألوانه البيضاء. أيضا مشاهدينا متابعينا، بالنسبة لي فريق الكرخ محمد شاكر بحراسة المرمى، مجتبى صالح، جوزيف بافو، حسن علي برهي، ومصطفى رميض، حيدر أحمد، وحسين زياد، يونس غني، وزيدان عبد الجبار، ومحمد خالد كوفي، ويونس حمود. أما بالنسبة لأمانة بغداد بحراسة المرمى وسام علي، أحمد عبد الحسين، ميلاد فلاح، أيمن رزيج، محمد رمضان، وعباس ياسين، وأحمد عبد الحسين، محمود أحمد، ومنتظر عبد الأمير، وبوبا جانوف، وكمال القرع. هكذا هي الأسماء المتواجدة بصورة أساسية بهذا اللقاء. إذن حراس المرمى تنتظرهم أيضا مباراة صعبة بالنسبة للطرفين، ما بين محمد شاكر اللي أمامك بالصورة اللي يسجل مشاركته رقم 22 بهذا اللقاء، أمام وسام علي
الحارس الشاب الموهوب اللي قدم مباريات سابقة ممتازة، وبذلك الضربة الركنية بالنسبة لفريق أمانة بغداد على التنفيذ الآن. تلعب بهذا التوقيت داخل المنطقة والرأسية، لكنها تحولت إلى خارج الملعب، وبذلك أو بهذا التوقيت نشاهد من خلالها أنا وإياكم هذه المواجهة الصعبة لفريق الكرخ. أنا وإياكم بانتظار هذا اللقاء اللي لازلنا أنا وإياكم بلحظات الأولى بدقائق الأولى. الكرخ أمانة بغداد، المواجهات العديدة اللي جمعت الفريقين، نتحدث منذ عام 2017 هذه المواجهة رقم 12 ما بين الفريقين. الموسم 2023 الموسم اللي هبط من خلاله أمانة بغداد إلى الدوري الممتاز، تعادل الفريقين من دون أهداف بالمباراة الأولى وتعادلوا بالمباراة الثانية. هذه انطلاقة من الطرف الأيمن، محاولة لا زالت لأمانة بغداد، لا زالت قائمة، لكن عملية استخلاص الكرة ممتازة بالنسبة لفريق الكرخ من الجهة اليمنى خاطئة، لكن تصحيح الخطأ بهذا التوقيت. هذه انطلاقة من اليمين، وبذلك تعود الكرة إلى وسط الملعب. هنا الانطلاق، هنا البحث عن كرة عالية. حسين زياد ينتظرها من الجهة اليسرى، محاولة بالواحد على واحد للكناري خطيرة للكرخ الأول، ضاعت على الكناري بأول وصول بالدقيقة الثالثة من شوط اللقاء الأول. هذا الوصول الأول والخطورة الأولى، محمد خالد كوفي بعرضية ممتازة من حسين زياد باللقطة الماضية، لكن هنا مرت على المهاجم يونس حمود، وبذلك الكرة اللي اصطدت باللاعب محمد خالد كوفي، لكن عادت المحاولة الآن. الكرة لفريق الكرخ، الكناري الأصفر يبحث عن التغريد مبكرا، لكن الكرة مرت على حسين زياد بهذا التوقيت. الجولة الماضية الكرخ حقق ريمونتادا مثيرة على فريق زاخو بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف، قلب الطاولة وانتصر بثلاثية مقابل هدف بإمضاء اللاعب يونس حمودي اللي سجل من ركلة جزاء، ومامادو سورو اللي سجل ثنائيا بتلك المباراة. أما أمانة بغداد اللي تعادل أمام النجف اللي سجل هدف التعادل اللاعب حسين طالب بتلك المباراة. الجولة القادمة الكرخ يواجه فريق الغراف بملعب الناصرية، أمانة بغداد يواجه فريق الكهرباء بهذا الملعب، وبذلك أمانة بغداد اللي يعتمد ملعب الكابتن شرار حيدر هو ملعبا افتراضيا، هذا الملعب اللي لعبت عليه مباريات كثيرة الله، لكن الراية موجودة قبل التسديد بكرة مباغتة باغتت الجميع، لكن هذه لقطة جميلة بغض النظر أنها نعم تسلل واضح، لكن تسديدة ولا أروع كانت حاضرة من اللاعب كمال القرع، اللاعب المغربي أسد من أسود الأطلس متواجدين بالأراضي العراقية. وبذلك الكرة اللي تلعب الآن بداية تشعر بأنها فيها الكثير والكثير بالنسبة لهذا اللقاء. كرة من اليمين تصل لفريق الكرخ أكثر هدوءا أكثر سيطرة بالدقائق الخمسة الأولى من عمر اللقاء. كرة على اليسار الآن، عودة للخط الدفاعي، تبادل التمريرات من الجهة المقابلة، وبذلك حسين زياد الخطير من الجهة اليسرى، وعملية التدخل اللي كانت موجودة باللقطة الماضية لا زالت حاضرة، وبذلك الكرة إلى رمية جانبية الآن. الكرخ اللي سجل أول وصول بهذا اللقاء، لكن كرة اللاعب محمد خالد كوفي مرت مرور الكرام، لكن من يسجل أول أهداف اللقاء هنا تضع علامات الاستفهام وتتساءل، هل يسجل الكرخ أول الأهداف أو أسود العاصمة أول الأهداف؟ ولا زلنا بالانتظار، لا زال هنالك أوقات كثيرة بهذا اللقاء. إذن الكرة لمصلحة أمانة بغداد للحارس وسام علي، هذا هو المدرب وسام طالب اللي استلم الفريق خلف المدرب أحمد خلف اللي كان قبل عصام حمد وقبل كان جمال علي. بهذه المباريات المتبقية الأخيرة ضمن منافسات دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026 لا زالت الأمور يعني صعبة بجولاتها الأخيرة، وكرة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة الكرخ والعرضية البعيدة التي مرت إلى خارج الملعب. يعني شاهدنا جولات مجنونة، منافسة شرسة ما بين فرق المقدمة، ما بين المتصدر والوصيف، وهنا البطاقة الصفراء لميلاد قائد الفريق ميلاد فلاح
يتحصل على البطاقة الصفراء. نعم جولات صعبة مرت، ضغط المباريات بسبب التأجيلات اللي حصلت ببداية الموسم، وبذلك هذه اللقطة اللي تحصل من خلالها اللاعب ميلاد فلاح على البطاقة الصفراء. ننتظر ونشاهد. الدولي يوسف سعيد يؤكد البطاقة الصفراء لميلاد فلاح، أول البطاقات بهذه اللحظات، ولا زلنا ننتظر ماذا تخبي لنا هذه المباراة بشوطها الأول. إذن ميلاد فلاح والبطاقة الصفراء نشاهد من خلالها أنا وإياكم هل هنالك شوط أول فيه أهداف أو تبقى النتيجة من دون أهداف. كل شيء وارد، لا زلنا بالبداية والأمور تشعر بأنها لا زالت هادئة، لكن لم يتكلم بعد أمانة بغداد ولم يغرد الكناري بعد، ولا زال للحديث بقية لنشاهد أنا وإياكم من خلال شوط اللقاء الأول. كرة لأمانة بغداد بكرة استرجعت بهذه اللحظات مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي بهذه الأمسية بهذا اليوم الثاني والأخير لحساب الجولة 34. جولات 4 أخيرة متبقية لتحديد المسار لمعرفة من هو البطل. حتى هذه اللحظة لا زال القوة الجوية متصدرة لسلم الترتيب، ويلاحق فريق الشرطة بفارق 4 نقاط، وصراع الصدارة لا زال مستمر، ومباريات 4 أخيرة متبقية جدا صعبة على كلا الطرفين، وبذلك المراكز الأخيرة أيضا التي تبحث عن تجنب الهبوط والابتعاد عن قاع الهبوط بالجولات الأخيرة يبحثون أن يقدمون أفضل ما لديهم. نعم جهد وتعب الموسم يجب أن يترجم بالجولات الأخيرة، لكن لا زلنا لم نتعرف بعد عن الذي سيتوج باللقب أو عن الذي هبط رسميا. نعم فريق القاسم رسميا هبط، لكن لا زال هنالك المركز 19 والمركز 18 الذي سيلعب مباراة البلاي أوف. كرة تعود الآن لمحمد شاكر بهذا التوقيت بكرة تجاوزت خط المنتصف، وهنا الدوران مع الكرة بهذا التوقيت بكرة تصل من الطرف الأيسر. هنا الرأسية، لكن محمد شاكر يتدخل بالتوقيت المناسب. سلامات لمحمد شاكر، سلامات لحارس المرمى محمد شاكر حارس فريق الكرخ. شاهد التدخل من اللاعب منتظر عبد الأمير، ولا نتمنى مشاهدة الإصابات. سلامات يا محمد شاكر، من الحراس المميزين وقدم أداء ممتاز هذا الموسم صراحة. إذن لا زالت المباراة من دون أهداف، وهنا الكادر الطبي يتدخل لإجراء الإسعافات الأولية. هذا هو المدرب السوري أيمن الحكيم، الموسم السابق درب فريق القاسم وكان خلفا للمدرب علي عبد الجبار، قدم موسم ممتاز مع فريق القاسم وحقق المركز العاشر. تحدث عن الموسم السابق، لكن هذا الموسم استلم تدريب الكرخ خلفا للمدرب أحمد عبد الجبار، وأيضا يقود الكناري بمباريات جدا ممتازة هذا الموسم. نادي الكرخ قدم مباريات كبيرة هذا الموسم، وأيضا قارع وصارع الكبار. تحدث عن فرق المقدمة، ولا زال هنالك 4 لقاءات، يعني حقق فريق الكرخ 14 انتصارا، وتعرض ل9 مباريات تعرض للهزيمة، و10 لقاءات انتهت بالتعادل. لا زالت متوقفة المباراة. حارس فريق الكرخ محمد شاكر تلقى الإسعافات الأولية وسيتابع أحداث اللقاء بهذه اللحظات. يعني هي مواجهة ما بين فريقين متعددين الرياضات. تحدث عن الكرخ، أهمها كانت كرة السلة اللي حقق أكثر من 12 لقب دوري، وأيضا كرة اليد. هو مدرسة للمواهب وقدم نجوم كثيرة للمنتخبات الوطنية وباقي الأندية. أما بالنسبة لأمانة بغداد اللي يلقبون بأسود العاصمة وقاهر العمالقة، هو أيضا نادي متعدد الرياضات، وبالأخص يهتم بالفئات العمرية. هذا الموسم عاد إلى دور النجوم، من الممتاز إلى دور النجوم بعد الانتصار على الجولان بنتيجة 3-1، وأيضا الفوز على فريق نفط البصرة بهدف اللاعب جبار كريم المتواجد اليوم على دكة البدلاء. ضربة ركنية لفريق الكرخ
بهذا التوقيت، وبذلك ينتظر من خلالها أحد الطرفين أن يسجلون أول أهداف اللقاء. الرأسية مرت، متابعة لا زالت خطيرة، تسديدة لكن مرت إلى خارج الملعب. تصويبة ممتازة هذه المرة عن طريق اللاعب زيدان عبد الجبار، لكنها اعتلت العارضة وتحولت إلى خارج الملعب. محاولة كانت جيدة للكرخ، وهذه هي التسديدة. شوف الكرة مرت قريبة جدا على مرمى الحارس وسام علي. ننتظر الآن للحارس وسام علي على التنفيذ. شوف هذا ملعب الكابتن شرار حيدر، من أجمل ملاعب العاصمة بغداد. أيضا هو استقبل مباريات عديدة، أندية كثيرة اعتمدت هذا الملعب كملعب افتراضي بسبب غياب بعض الأندية لا يوجد لديه ملعب، أو في ملاعب كانت في عملية الصيانة. وهذا الملعب أيضا شاهدنا عليه لقاءات جدا ممتازة ومهمة. أبرز لقاءات فريق الكرخ على هذا الملعب هو الانتصار بالمرحلة الأولى على فريق الزوراء بثلاثية مقابل هدف في ليلة تألق من خلالها الكناري، وبذلك تعود الكرة إلى رمية جانبية. تلعب الآن الكرخ وأمانة بغداد، ومحاولات الطرفين للبحث عن أول أهداف هذا اللقاء لقص شريط البداية، وبذلك الكرة تصل من الطرف الأيمن. متابعة لا زالت، محاولة الآن. الله 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 على المرور، ولكن التلاعب لا زال، الدوران مع الكرة والعرضية العالية اللي لا زالت لم تغادر بل وصلت إلى الطرف الأيمن. عملية استعادة الكرة لميلاد فلاح، اللاعب الوحيد اللي تحصل على البطاقة الصفراء، لكن على ما يبدو هل الكرة غادرت يا يوسف سعيد؟ هل هنالك على ما أعتقد الكرة غادرت؟ أيضا مشاهدينا متابعينا، لا زالت المباراة من دون هدف. هذه الكرة من هذه الزاوية شاهدها المساعد على ما يبدو بأنها غادرت. أي نعم. أيضا الكرة تلعب عن طريق الحارس محمد شاكر، تصل من الطرف الأيسر، يسارية عالية لا زالت بهذا التوقيت بوسط الملعب عن طريق اللاعب موسى آمور، اللي يبحث من خلالها أن يمر بكرة. لا زالت انطلاق الآن، هل فيها راية أو لا؟ على ما يبدو فيها راية أو لا. هو تركها لكن الكرة تعود الآن، وبذلك الكرة نعم فيها راية. الراية كانت واضحة حتى وإن لم يتدخل كمال القرع، لكن أثر على الكرة باللقطة الماضية. هذه اللقطة تسلل بصورة واضحة جدا، والأمور لا زالت هادئة بهذا التوقيت. إذن كرة لفريق الكرخ، تصل بهذا التوقيت على الطرف الأيمن. انطلاقة للكرخ، محاولة للبحث عن أول الأهداف. الكرة لا زالت محاولة قائمة، عرضية عالية داخل المنطقة، لكن لا، هي خارج المنطقة وليس داخل المنطقة، وغادرت إلى خارج الملعب. عملية الانتظار للبحث عن أول أهداف هذا اللقاء. شاهدنا العرضية عن طريق اللاعب مصطفى أرميض باللقطة الماضية، هذا هو اللي أمامك بالصورة، اللاعب مصطفى أرميض. عملية البحث أيضا عن تقديم أفضل ما يمتلكون كل اللاعبين. نتحدث عن هذا اللقاء، مصطفى أرميض اللي كان أمامك بالصورة، اللي كان لاعبا لفريق الموصل، والآن هو لاعبا أساسيا يلعب بهذا اللقاء مع فريق الكرخ. تلعب الكرة بوسط الملعب، موسى آمور اللاعب الأنغولي يخسر الكرة، تصل من الطرف الأيمن. محاولة كرخية، محاولة صفراء للكناري خطيرة. الله الله لو مرت، لكن عملية الإبعاد كانت بصورة ممتازة للخط الدفاعي بمواجهة يونس حمود، من المهاجمين المميزين اللي قدم نفسه بصورة جيدة هذا الموسم. عملية الإبعاد كانت حاضرة بهذه اللقطة، وبذلك الكرة تحول إلى خارج الملعب. ننتظر ونشاهد الكرة للحارس وسام علي. مباراة من دون أهداف، ربع ساعة مرت حتى هذه الدقيقة، وبذلك الكرة تلعب من الجهة اليسرى. شوف اللاعبين أيضا المتواجدين
على دكة البدلاء لاعبين جدا ممتازين ينتظرون فرصة المشاركة، وبإمكان أيمن الحكيم ووسام طالب أن يضعون بصمتهم بالأخص بالشوط الثاني. شوط المدربين يعني يمتلكون عناصر جدا ممتازة على دكة البدلاء، وبذلك الكرة تلعب من الطرف الأيمن. مواجهة لا زالت مواجهة بالواحد على واحد، لكن عملية الإبعاد عن طريق جوزيف بافو بالكرة الماضية السويدي، وبافو وتشتيت الخطر. محمد شاكر، هذا هو جوزيف بافو. الضربة الركنية لأمانة بغداد. هل يعتمد على الكرات الثابتة أسود العاصمة لاستغلال الفرص؟ لنشاهد بهذا التوقيت الضربة الركنية اللي لا زالت الآن داخل المنطقة، وهنا المتابعة. الله 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 على الفكرة واللقطة لو اكتملت من المغربي، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. مرت الكرة من كمال القرع، وبذلك فكرتها ممتازة من لاعب أمانة بغداد. أيضا الكرة لمحمد شاكر. لا زال الكل ينتظر من يسجل أول أهداف هذا اللقاء. نقاط المباراة الثلاث، من يخطف هذه النقاط يعني هي مباراة مهمة. اي نعم نتحدث عن الجولات الأخيرة، أن تضع نفسك بمراكز جيدة، هذه من الأمور المطلوبة، وبالأخص الجولات الأخيرة قبل نهاية الدوري. هذا شيء طبيعي أن تشاهد جميع الفرق تقدم أفضل ما لديها، حتى وإن كان هنالك عملية جهود مضاعفة، لكن بالأخير لم يتبقى سوى 4 لقاءات. يعني بالمجمل يجب أن تقدم أفضل ما لديك، هذا شيء طبيعي. محمد شاكر الآن، والكرة اللي تجاوزت خط المنتصف رأسية تحولت بهذا التوقيت وتعود الآن للخط الدفاعي لأمانة بغداد. تلعب الآن أيضا بانتظار قرار الاستئناف لقدم أمانة بغداد أمام فريق زاخو، بانتظار النقاط ماذا ستحسم بالجولات القادمة. كرة تعود الآن لفريق الكرخ الكناري بالواحد على واحد. عملية البحث الآن والاستلام الآن، وعملية البحث عن زملاء داخل المنطقة، لكن استرجاع الكرة من الطرف الأيمن والاعتماد على العرضيات داخل المنطقة الآن، لكن مرت على يونس حمود باللقطة الماضية. وعملية الاستلام على مستوى الصدر، ممتاز الامتصاص للكرة باللقطة الماضية. تعود الآن حسين زياد بالواحد على واحد، رأسية غيرت مسارها، ويونس الآن يحاول محاصر أكثر من لاعب. وهنا الكرة تعود الآن إلى وسام حارس المرمى بهذا التوقيت. تلعب الآن بالطرف الأيسر. حسين زياد أو يونس باللقطة الماضية يبحث من خلالها. أيضا نتكلم عن يونس غني متواجد بالتشكيلة الأساسية. بكرة تحولت من الطرف الأيمن الآن فريق الكرخ أكثر نشاطا من الجهة اليمنى، أكثر وصولا بهذا التوقيت. وهنا المتابعة اللي لا زالت من اليمين، انطلاقة الآن عرضية العالية لا زالت قائمة. حسين زياد والمتابعة، لكنها تحولت إلى خارج الملعب. هذا هو حسين زياد اللي أمامك بالصورة، من اللاعبين المميزين اللي قدموا موسما أيضا مختلفا. اي نعم هو سجل هدف وحيد على فريق أربيل، لكن الصناعة، المساهمات، بناء اللعب، دائما ما يقدم أداء ممتاز مع فريق الكرخ. الكرة الآن للحارس وسام علي. تحدث عن المباريات الأخيرة لفريق أمانة بغداد، تعادل أمام الموصل والزوراء والقاسم والنجف، خسارة كانت أمام الميناء برباعية نظيفة بهاتريك السوري ياسين سامية. وبذلك أمانة بغداد لا زال يقدم أداء ممتازا رغم التعادلات الأخيرة. يبحث اليوم أمام الكناري بكرة عالية بعيدة إلى خارج الملعب، نفذت وتحولت إلى خارج الملعب. شاهد الآن ونترقب أنا وإياكم بهذا التوقيت. حسن علي برهي اللي أمامك بالصورة، سبق وإن كان لاعبا لفريق القاسم. وهذا هو الحارس محمد شاكر، أيضا مثل القوة الجوية
ولعب للنفط وزاخو والطلبة والزوراء. البداية كانت مع ديالى، هنالك في مدينة البرتقال، وهنا الرأسية اللي لعبت بهذا التوقيت تتحول إلى الوسط. هنالك لاعب يشكو من إصابة مستلقيا على أرضية الميدان. سلامات سلامات سلامات. هل هو القائد ميلاد؟ على ما يبدو ميلاد فلاح يشكو من إصابة. سلامات يا ميلاد. تحدث عن الجولة السابقة، الجولة 33، أيضا كان هنالك 26 هدف بالجولة، خلالها كانت مواجهات صعبة بانتصار الجوية على الموصل، لكن أكبر النتيجة وأكبر مباراة حضرت بها الأهداف كانت مباراة الميناء والقاسم اللي انتهت بالتعادل ب3 أهداف مقابل 3. إذن هذه الجولة انطلقت اليوم الماضي بمباريات جدا ممتازة، بمباريات كانت صعبة على كل الأطراف. نعم، شاهدنا بخسارة القوة الجوية فريق المتصدر لسلم الترتيب بثلاثية نظيفة أمام فريق القرمة، وانتصار الزوراء على الميناء بثنائية نظيفة، وانتصار الشرطة على الغراف بهدف نظيف، وكذلك انتصار نفط ميسان بثلاثية نظيفة على فريق النفط، وانتصار دهوك على فريق القاسم. هذه الكرة الآن تصل بالوسط على اليمين، عملية الدوران والبحث عن المساحات. فريق الكرخ اللي يبادل الكرات بهذه الأثناء، وكرة تصل من الطرف الأيمن. تبادل التمريرات وعدم المجازفة والاندفاع بالنسبة لفريق أمانة بغداد، لا يريدون ترك المساحات. هذه المحاولة الآن لفريق الكرخ من الطرف الأيمن، محاولة لا زالت قائمة، تصل من اليمين، عودة للخط الدفاعي، عودة الآن أيضا لحارس المرمى محمد شاكر. شوف عملية سحب لاعبين فريق أمانة بغداد، هذا ما يريده فريق الكرخ، لأن شاهدوا لأكثر من مرة بأن لاعبي أمانة بغداد لا يندفعون نحو الأمام، لا يتركون المساحات، وبذلك اختاروا الحلول أن تمرر الكرات بالخط الدفاعي لسحب لاعبي أمانة بغداد ثم إرسال الكرات العالية. إذن الكرة تتحول إلى رمية جانبية. شوط اللقاء الأول دقائق تمر، دخلنا بالدقيقة 24 ولا زالت المباراة من دون أهداف حتى هذه اللحظة. هذا هو حسين زياد بالكعب، ممتازة، محاولة طالت بالكرة الماضية. الآن انطلاقة لأمانة بغداد، محاولة أسود العاصمة. هذه اللقطة كمال القرع، كمال القرع. وماذا يؤكد حكم اللقاء يوسف سعيد؟ يوسف سعيد على ما يبدو ماذا يؤكد؟ ما هو القرار؟ هل وقع بالمحظور اللاعب جوزيف بافو أو لا؟ نعم، هنا مراجعة الحالة، ركلة جزاء أو لا؟ يوسف سعيد والحالة اللي شاهدناها بهذه اللقطة، هذه هي الكرة العالية التي لعبت، وانطلاقة كمال القرع بمواجهة جوزيف بافو بهذا التوقيت، وعلى ما يبدو يوسف سعيد أكدها. نعم، هنا كانت خارج المنطقة عملية الدفع من كمال، لكن القرار النهائي للدولي يوسف سعيد هو القرار النهائي لحكم اللقاء. ماذا يؤكد؟ بطاقة صفراء على جوزيف بافو، هو أعلنها ركلة جزاء، لكن بانتظار المراجعة. حديث لا زال مستمر بهذه الأثناء، من سينفذ إذا اعتمدت ركلة الجزاء؟ جوزيف بافو يقع بالمحظور ويتسبب بركلة جزاء لأمانة بغداد. من ينفذ لأسود العاصمة بمواجهة محمد شاكر؟ نعم، أمامك بالصورة عزيزي المشاهد محمود أحمد بهذا التوقيت لأمانة بغداد. هل يتركها؟ نعم، تركها لمنتظر عبد الأمير. هي أيضا تفاهم وانسجام، يتركها لمنتظر، إذا سجل سيصل إلى هدف الخامس مع أمانة بغداد. هل يتصدى محمد شاكر أو يسجل منتظر عبد الأمير؟
الآن ركلة جزاء، الآن تركيز عالي، وبذلك بالدقيقة 26 قريب أمانة بغداد يعني يسجل أول الأهداف، إلا إذا كان لمحمد شاكر رأي آخر. نشاهد الآن لأسود العاصمة لأمانة بغداد التركيز العالي، التركيز العالي، الأنظار الحاضرة، المشاهدة الآن، منتظر عبد الأمير. الله 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 الله، جول لأمانة بغداد من علامة الجزاء. أسود العاصمة وقاهر العمالقة هنا يزأرون، هنا يحضرون للبقاء، يقاتلون للابتعاد عن الهبوط، يطمحون. ومنتظر عبد الأمير يسجل أول أهداف اللقاء ويصل إلى هدف الخامس بعد أن سجل على الشرطة والثنائية على دهوك وسجل على القاسم. اليوم يعود ويسجل بشباك الكناري. هدف أول لأمانة بغداد، هدف أول من علامة الجزاء. إذن الهدف يصل بشوط اللقاء الأول، ومنتظر عبد الأمير يحتفل بكل مباراة يسجل فيها، يحتفل بطريقة مختلفة. شاهدناه عندما سجل على فريق القاسم أهدى الهدف إلى مولوده الجديد، وبذلك تعود المباراة. ما هي ردة الفعل للكرخ؟ ماذا أو ما هي ردة الفعل للكناري بهذا اللقاء؟ هل نشاهد عودة بشوط اللقاء الأول؟ هل تبقى النتيجة 1-0؟ هل يسجل أمانة بغداد الثاني؟ كل هذه الأمور مطروحة، لكن الكرة تعود الآن إلى جوزيف بافو. بافو ونقل اللعب من اليمين، تبادل التمريرات. فريق الكرخ شاهدناه أكثر استحواذا، أكثر سيطرة، وصل لأكثر من مرة، لكن هنا ركلة جزاء هي من غيرت نتيجة اللقاء لهدف لمصلحة أمانة بغداد. تدخل كان متهور من جوزيف بافو، وبذلك الأخطاء واردة بكرة القدم، هذا شيء طبيعي داخل المنطقة. نجوم عالميين، وطالما شاهدنا مباريات عالمية يقعون بالمحظور ويرتكبون ويتسببون بركلات جزاء. إذن لا زالت المباراة في بدايتها، ولا زلنا لا نعرف من يخطف نقاط هذا اللقاء. كرة تصل من اليمين الآن، متابعة للكناري، لا زالوا يعتمدون كثيرا على الجهة اليمنى. الله الله، شوف المرور والتمرير والتحضير والمتابعة لا زالت من الطرف الأيمن، لكن الكرة استخلصت وتحولت إلى فريق أمانة بغداد. تعود الآن، كرة تصل من اليسار بمتابعة لا زالت قائمة لأمانة بغداد. هدف ممكن يعطيهم ثقة أكبر للبحث عن ثاني الأهداف، لكن الكرخ هل سيسمح لهم بذلك أو لا؟ هنا تضع علامات الاستفهام. يتساءل من يشاهد هذا اللقاء ما هي الأمور المخبأة بهذا الشوط أو بالمباراة بالمجمل. كرة تصل الآن للكرخ بانتظار حسين زياد من الطرف الأيسر، العرضية العالية داخل المنطقة، ووسام يتدخل. تعادل. الله الله، الكناري، الكناري غرد أيها الكناري الجميل. من يرتدي لون الذهب يبحث دائما عن التميز، ومن غير الهداف الممتاز يونس حمود يصل إلى هدف ال13 هذا الموسم ويسجل التعادل لفريق الكرخ بهذه اللحظات. نعم، لم يتأخر كثيرا الكناري ليغرد عن هدف التعادل بهذا اللقاء بكرة بتمريرة جميلة جميلة. هي لعبت وبدأت من حسين زياد ومن اليمين عن طريق محمد خالد، وقدم له تمريرة على طبق من ذهب ليونس حمود ليسجل التعديل بهذه اللحظات بكرة عالية باغتت الخط الدفاعي باللقطة الماضية. وتعود المباراة إلى نقطة البداية، وتعود المباراة إلى التعادل بهدف مقابل هدف الآن. في انتظار، هذا هو يونس حمود، قدم موسم ممتاز، سجل إذا احتسب هذا الهدف فهو وصل إلى هدف ال13. نعم، هو سجل على دهوك، لكن الثنائيات هو يعني تميز بالثنائيات، سجل ثنائية على نفط ميسان وعلى زاخو والميناء ونوروز. بالانتظار الآن،
كرة تعود بوسط الملعب، أو على زاق سجل ذهابا وإيابا في هذا التوقيت. تلعب الآن بكرة بوسط الملعب، إذن هدف مقابل هدف، تساوت الكفتين، وكرة تلعب من الطرف الأيمن الآن لأمانة بغداد. نصف ساعة أو أكثر بدقيقة هي التي مرت من شوط اللقاء الأول، وبهذا التوقيت لا زلنا ننتظر ماذا تخبئ لنا هذه المباراة. شاهدنا يعني غابت الأهداف تقريبا 27 دقيقة، ثم شاهدنا هدفين تقاسما كلا الفريقين ب5 دقائق تقريبا. والكرة تلعب الآن رمية جانبية لأمانة بغداد، تعود لأسود العاصمة، تلعب من اليمين، منتظر يحاول، الله الله الله، فكرة ممتازة، الفكرة ممتازة، لكن المتابعة انتهى بها المطاف بأحضان الحارس محمد شاكر. تلعب من اليمين الآن، انطلاقها لا زالت بوسط الملعب، عملية تغيير اللاعب من الجهة اليمنى، وبهذا التوقيت يبحث من خلالها فريق الكرخ للوصول عن هدف الثاني لقلب الأمور. لكن هل يسجل أمانة بغداد؟ هل تبقى النتيجة 1-1؟ الإجابات بأقدام اللاعبين. استحواذ لا زال لفريق الكرخ 53% مقابل 47. وهنا الكرة العالية رأسية تعود مرة أخرى، متابعة من حسين زياد، لكن الكرة إلى رمية جانبية الآن. توجيهات لا زالت حاضرة أيضا من على خط التماس. شاهد أمامك بالصورة المدرب أيمن الحكيم، هو ثالث فريق يدرب بدورينا، سبق وأن درب دهوك بعام 2013، والموسم السابق كان مع فريق القاسم، وهذا الموسم هو مدربا للكرخ. كرة تلعب الآن برأسية بوسط الملعب، هذا هو الكرخ، هذا هو الكناري الذي يبحث عن استمرار التغريد بهذا اللقاء. تمريرة ذكية ممتازة، لا زالت محاولة كرخية الآن، لكن الكرة اصطدت وإلى رمية جانبي. هذا هو زيدان عبد الجبار. سلامات 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 أيمن أرزيج، من اللاعبين المميزين أيضا هذا الموسم لفريق أمانة بغداد. سلامات يا أيمن. هذا هو مصطفى أرمير على التنفيذ، تلعب داخل منطقة الجزاء، متابعة الآن وعملية تشتيت الخطر بهذا التوقيت، والرأسية تحولت بوسط الملعب من الطرف الأيمن. هذه انطلاقة، محاولة لا زالت، فكرتها ممتازة، لكن يتدخل جوزيف بافو باللقطة الماضية إلى رمية جانبية بهذه اللحظات. هذا هو بافو، اي نعم تسبب بركله جزاء، لكن هو مدافع ممتاز ودائما ما يقدم مباريات جيده مع فريق الكرخ. تعود الكره لموسى امور، اللاعب الانغولي مواطن على الدكه اليوم بنو فلافيو صاحب الأربعة أهداف، هنا بطاقة صفراء، هذه المرة على من؟ حسين زياد على ما يبدو، يستقبل البطاقة بابتسامة حسين زياد. خلينا نشوف اللقطة، إذا بطاقة صفراء على لاعب فريق الكرخ حسين زياد. هذه اللقطة، هذه هي اللقطة اللي أمامك بالصورة اللي تحصل من خلالها حسين زياد على البطاقة الصفراء. بالمناسبة هو مثل أمانة بغداد، سبق وأن كان لاعبا لأمانة بغداد، والبداية كانت مع أسود العاصمة للاعب حسين زياد. إذن هذه مخالفة الآن تنفذ لأمانة بغداد داخل المنطقة، المتابعة لم تصل، وعملية الإبعاد حاضرة باللقطة الماضية. تعود الآن مرة أخرى للبحث عن المساحات من الطرف الأيسر، خليط من المشاعر، وهنا انطلاقة لا زالت حاضرة، مرور ممتاز، متابعة لا زالت داخل منطقة الجزاء، عرضية والتصويب القوية لكنها إلى خارج الملعب. ميلاد هو اللي جرب حظه هذه المرة وسدد من هذه المسافة من خارج المنطقة بكرة قوية كانت، لكن اعتلت وتحولت إلى خارج الملعب. هذه لقطة هدف التعادل
التي مررت لحسين زياد. لا يوجد تسلل امامك بالصورة، الخط كان واضح، والعرضية اللي لعبت عملية الإبعاد لم تكن بالصورة المثالية من الحارس وسام علي، وبعد ذلك محمد خالد كوفي مررها للمهاجم يونس حمود الذي يعرف طريق المرمى جيدا وسجل هدف التعادل. كرة تعود الآن للكرخ من اليمين، متابعة لا زالت على الطرف الأيمن، انتظار وهدوء يسيطر على الأجواء. كرة تعود الآن إلى جوزيف بافو. رغم وجود الأهداف تشعر بأن الأمور لا زالت هادئة. هل هو الهدوء ما قبل العاصفة؟ هل نشاهد شوط ثاني مختلف من ناحية رتم اللقاء؟ لكن لا زالت الأمور لم تكشف بعد، لا زال هنالك تفاصيل عديدة. وبذلك الكرة تعود إلى أمانة بغداد. انطلاقة لا زالت، محاولة الآن، انطلاقة لموسى آمور بمواجهة بالواحد على واحد باللقطة الماضية، والكرة تتحول إلى رمية جانبي. هذا هو حيدر أحمد يا رقم 8 اللي سبق وأن كان لاعبا لفريق نفط البصرة. مجتبى صالح، تلعب الكرة بهذه اللحظات. اللاعبين اللي مثلوا فريق القاسم متواجدين مع فريق الكرخ، ومجتبى صالح واللاعب حسن علي برهي. انطلاقه للكرخ الآن، البحث عن ثاني الأهداف، لكن عملية الإبعاد حاضرة بالنسبة للخطوط الدفاعية. كرة تعود الآن بهذه اللحظات لأمانة بغداد من اليسار. انطلاقة أمام أكثر من لاعب، أمام أكثر من لاعب، منتظر عبد الأمير، ومحمد شاكر هو من يتصدى لهذه الكرة. نعم، اللي سجل بهذا اللقاء افتتح التسجيل بهذه المباراة ركلة جزاء اللاعب منتظر عبد الأمير، ثم عدل الكرخ يونس حمود بعد لحظات قليلة من إضافة الهدف الأول لأمانة بغداد. كرة تعود الآن، الاستخلاص الحاضر بهذا التوقيت. الكرة لا زالت لمصلحة أمانة بغداد بوسط الملعب. هذه المتابعة الآن، هذه المحاولة الآن بكرة لا زالت قائمة. كمال القرع، انطلاقة من الطرف الأيمن، محاولة لا زالت قائمة، لكن الإبعاد وعودة حسين زياد وتشديد الخطر باللقطة الماضية. شوف، هي بدأت عن طريق اللاعب محمود أحمد اللي أرسلها عرضية باللقطة الماضية. وماذا يؤكد الآن يوسف سعيد حكم اللقاء؟ قريبين جدا من الدخول للدقيقة 40، والتعادل لا زال هو سيد الموقف بهذا اللقاء. شوف الأجواء الجميلة بالعاصمة بغداد على مستوى حالة الطقس، الأجواء لا زالت يعني تقريبا معتدلة أو معتدلة. وإذا الجولات الأخيرة لموسم استثنائي وجميل صراحة، هذا الموسم مع ضغط المباريات، مع منافسة شرسة لا زالت، مع أهداف جميلة شاهدناها، مع مستوى فني متطور بهذا الموسم، مع أمور كثيرة، إيجابيات كثيرة شاهدناها هذا الموسم. ونتمنى أيضا المواسم القادمة يتطور دورينا، يعني حتى لو رويدا شيئا فشيئا بالتدريج. سلامات لزيدان، والكرة إلى مخالفة لفريق الكرخ بهذه اللحظات. على التنفيذ، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك الاستعادة لحسين زياد. الآن تمريرة أولى وثانية للبحث عن المساحات، نقلة لا زالت، محاولة لكن يخسرها لاعب فريق الكرخ باللقطة الماضية. وانطلاق الآن لأمانة بغداد، محاولة والأقرب جوزيف بافو بهذه الأثناء. شوف مجتبى صالح باللقطة الماضية هو اللي خسر الكرة، وهذا هو بوبا جانو اللاعب الأوزبكي، وقاسيموف على دكة البدلاء لاعب أو مواطن الأوزبكي أيضا متواجد. رمية جانبية الآن، لاعبين ممتازين من أوزبكستان في دورينا هذا الموسم. تحدث عن متصدر هدافين الدوري شيرزود تيميروف، وتشوبانوف أيضا مع فريق أربيل، وهنا متواجد بوبا جانوف وأيضا مواطن قاسيموف. على التنفيذ،
نظرات محمد شاكر والتركيز العالي. 5 دقائق أو تقريبا 4 على نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول، والتعادل لا زال يسيطر على مجريات هذا اللقاء. على التنفيذ لأمانة بغداد بهذا التركيز، وهنا محمود والكرة العالية والرأسية لكن مرت إلى خارج الملعب. ميلاد بمحاولة ثانية على التوالي عن طريق نفس اللاعب وقائد أمانة بغداد ميلاد فلاح، من اللاعبين المخضرمين أصحاب خبرة طويلة في دورينا بالأخص مع أمانة بغداد. وبذلك هذه لقطة جوزيف بافو والتدخل على كمال القرع اللي تسبب من خلالها لركلة جزاء. هذا منتظر عبد الأمير اللي سجل الهدف الأول باللقاء واحتفل على طريقته الخاصة، وبعدها سجل يونس حمود وعدل لفريق الكرخ. الكرة تعود الآن لأمانة بغداد، تلعب لكن سهلة لمحمد شاكر. عملية تهدئة الأوضاع، تهدئة الأمور بهذه الأثناء. كرة تصل من اليمين وانطلاقة لفريق الكرخ الآن. هذه المحاولة جوزيف بافو لفريق الكرخ، تبادل التمريرات ونازان أمانة بغداد بنفس اللعب بنفس الأسلوب، لا يندفع لا يجازف من أجل ترك المساحات. هنا المرور الممتاز من بين الأقدام، متابعة للكناري لا زالت قائمة لكن يتدخل ميلاد بالكرة الماضية وتعود بوسط الملعب. تمريرة ذكية، نقلة لا زالت الآن لكن رأسية وإبعاد. ميلاد مرة أخرى للبحث عن الزميل لكنها عادت إلى الخط الدفاعي. تبادل التمريرات. شوفي المواجهات الأخيرة، آخر 3 مواجهات ما بين الفريقين انتهت بالتعادل، 1-1 0-0 و1-1. هم أيضا تواجهوا ببطولة كأس العراق الموسم السابق بالدور 32 وأيضا انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، لكن انتصر أمانة بغداد بركلات الترجيح. المباريات الأخيرة اللي جمعت الفريقين كلها انتهت تقريبا بالتعادل. تحدث عن 4 إلى 5 مواجهات مع مواجهة بطولة كأس العراق. الموسم السابق لم يكن موجود أمانة بغداد بدوري نجوم العراق، تحدث عن موسم 2023-24. هذه الكرة اللي استعادها مجتبى باللقطة الماضية. حسين زياد الآن تمريرة ممتازة من اليسار، متابعة للكرخ، نقلة لا زالت، فقد التوازن حسين زياد والتمريرة تصل بوسط الملعب. كرة لا زالت لمصلحة فريق أمانة بغداد، متابعة قائمة بهذا التوقيت وملاحظات أيضا ستكون من الكادر الفني لكلا الطرفين، وسام طالب وأيمن الحكيم، والحديث مع اللاعبين بالاستراحة ما بين الشوطين. تحدث أيضا وسام طالب مدرب أمانة بغداد والمستشار الفني لأمانة بغداد أيضا الكبير المخضرم المدرب السابق ثائر أحمد اللي حقق 3 ألقاب دوري، 2 منها مع أربيل وواحدة مع الطلب، وسبق وأن درب الطلبة والقوة الجوية وأربيل ونفط الوسط والزوراء، وسبق وأن درب أمانة بغداد والكرخ، كلا الفريقين اللي يلعبون أمامك بالصورة اليوم عزيزي المشاهد. إذا الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول انتهى، وبانتظار كم دقيقة والكرات العالية. الله 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 الله، رأسية جميلة متقنة وردة فعل ولا أروع من حارس المرمى محمد شاكر. محمد شاكر، لذلك تكلمنا عن هذا الحارس. إذن 3 دقائق كوقت بدل ضائع يقدمه الطاقم التحكيمي، وكرة جميلة ضاعت على أمانة بغداد، والمتابعة لا زالت، وهنا الرأسية لكنها داخل المنطقة وعملية الإبعاد حاضرة بهذا التوقيت. كرة تعود الآن لأمانة بغداد، انطلاقة ومتابعة لا زالت قائمة، واسترداد الكرة بصورة مثالية بهذه اللحظات، بكرة نفذت ولعبت إلى اليسار. عملية الاسترداد
لا زالت حاضرة ممتازة عملية نقل اللعب بوسط الملعب، وهنا الكرة العالية البحث عن يونس حمود بالكرة الماضية، لكنها تعود إلى أمانة بغداد. الله 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 على المرور، مرور ممتاز. بوباجانوف الأوزبكي بهذه اللحظات. دقيقة مرت، متبقي دقيقتان. أمانة بغداد بالكرة تعود الآن إلى الخط الدفاعي. كرة تلعب من اليمين الآن، والمتابعة اللي لا زالت بانطلاقة، والراية موجودة. عملية الدفع يؤكدها المساعد على اللاعب مجتبى صالح بهذا التوقيت. مجتبى صالح، تدخل على اللاعب محمود أحمد، سبق واللعب لنفط البصرة والحدود والنفط. هذه الكرة الخطيرة اللي كان قريب جدا كمال القرع من إضافة ثاني أهداف أمانة بغداد، لكن محمد شاكر تألق وتعملق بالكرة الماضية وتصدى لهذه الكرة. أيمن الحكيم يشاهد، ووسام طالب ينتظر، ومحمود على التنفيذ. آخر محاولات شوط اللقاء الأول على التنفيذ. محمود، الكرات الثابتة خطيرين أمانة بغداد، لكن هذه المرة عملية الإبعاد حاضرة ولا زالت قائمة، والانتظار كل الانتظار، والتسديدة من هذه المسافة البعيدة. تسديدة من هذه المسافة من أيمن رزيج، وبذلك الكرة لمحمد شاكر تلعب بهذا التوقيت. تعادل لا زال يسيطر على أجواء اللقاء، وبانتظار شوط اللقاء الثاني ماذا يخبئ لنا من أسرار، من يتقدم على من يدون على من. والكرة تعود الآن ليونس حمود، ومن خلالها الكرة تحولت إلى ضربة ركنية، لكن صافرة حكم اللقاء يوسف سعيد ينهي أحداث شوط اللقاء الأول بتعادل الفريقين. لا تذهبوا بعيدا مشاهدينا متابعينا، استراحة قصيرة ثم العودة بشوط اللقاء الثاني، وماذا سيفعل أيمن الحكيم ووسام طالب بشوط المدربين. استراحة قصيرة ثم العودة. داوود ديمي داوود السنغالي الله الله، ديمي داوود يسجل هدف من ركلة جزاء. ديمي داوود في الزاوية، وحارس المرمى في زاوية أخرى، ويتقدم السنغالي، يتقدم بأول أهداف هذا اللقاء، وبالتالي هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. شوف أحمد بشار في زاوية، الأقل خسار القوة الجوية بخسارتين بعد الزوراء ب43 والشرطة 5 خسائر، بينما بيتر جورجيز وهدف التعادل، هدف التعادل، جول لصقور الجبال، هدف لصقور الجبال. يتعادلون مع بداية الشوط الثاني. بيتر جورجيز الهداف يأتي، الهداف يسجل، يتقدم باليسار ويسجل باليمين. هدف التعادل، عادت المباراة، عادت إلى نقطة البداية،
ولكنها ليست سلبية بل إيجابية بهدف مقابل هدف. 4 دقائق من زمن الشوط الثاني، الدقيقة 49 يسجل بيتر غورغيس هذه الكرة وهذه التصويبة. مر من الأول وبعد ذلك صوب الكرة، مرت من علي عبد الأمير ومرت كذلك من حارس المرمى لتسكن الشباك ليتعادل صقور الجبال في الكرة الماضية. 1-1 الآن. تبادل الكرات هذه خطيرة لمصلحة دوك. صقور الجبال، صقور الجبال، جول 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 ثاني. الله الله، هدف ثاني لصقور الجبال، ثاني لبيتر، ثاني لغورغيس، ثاني للهداف. تقدم وصوب، تقدم وصوب، تقدم وسجل، تقدم وثاني. يوه على هذه الكرة، شوف المرور الممتاز وبيساره في منتصف المرمى بيتقدم بهدف ثاني ليسجل الثاني. امام عمليه الهجوم لفريق الشرطه على مرمى نوروز. المحاولة تستمر داخل منطقة الجزاء، خطيرة الآن، ممكن مصطفى سعدون. الله 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 الله، هدف مارادوني لمصطفى سعدون، هدف مارادوني لمصطفى سعدون. الله على اللقطة، على اللمحة، على الجمال، الهجمة لفريق نادي الشرطة، ومصطفى سعدون ذهابا وإيابا يسجل في مرمى نوروز. واحد من الأهداف الجميلة في دورينا بكرة جميلة بتوغل أكثر من رائع من مصطفى سعدون بعد التلاعب بدفاعات فريق نوروز، يسكنها في الشباك على يسار حارس المرمى هاني شاكر. إذا مصطفى سعدون يسجل هدف أول لفريق نادي الشرطة في الدقيقة الأخيرة والخامسة من الوقت المحتسب بدل ضاع. لاحظ الإعادة، لاحظ كيف مر من 2 مباشرة والثالث، وبعد ذلك سدد على يسار حارس المرمى هاني شاكر ليسجل أول أهداف المباراة للشرطة في مرمى نوروز. خلاص الشرطة ينهي ويسدل الستار للشوط الأول متقدما بهدف على نوروز وعن طريق المدافع مصطفى سعدون. لاحظ هدف مارادوني وبشكل رائع، مر بطريقة من أمام دفاعات فريق نوروز ليسكنها على يسار الحارس هاني شاكر. لاحظ الفرح، كرات يتناقل لاعبي فريق الشرطة. مصطفى سعدون اللي قدم مباراة كبيرة في هذا اللقاء أمام نوروز داخل منطقة الجزاء والرأسية، وهدف ثاني، جول ثاني، هدف ثاني للشرطة عن طريق أحمد يحيى، يسجل هدف ثاني لفريق الشرطة برأسية في مرمى نوروز. إذا الشرطة في بداية الشوط الثاني والدقائق 12 الأولى من بداية الشوط الثاني، أحمد يحيى يضاعف النتيجة بهدف آخر لفريق الشرطة. الله على أحمد يحيى. غاب مهاجمي الشرطة في هذا اللقاء ويظهر المدافعين، مدافع اليمين ومدافع اليسار هم من سجلوا الأهداف في هذه المباراة. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة على رأس اللاعب أحمد يحيى بالمقاس، يسجل هدف ثاني بكرة جميلة من محمود المواس وعلى الرأس.
دفاع. Abdullah, you know I take this ball. If I jump like this. Problem Jabbar. Captain. Jabbar problem captain. يلا عبد الله سموته. شكرا حبيبي.
إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نجدد التحية بعد أن انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. 45 دقيقة انتهت بالتمام والكمال، والآن شوط اللقاء الثاني شوط المدربين. حكاية تتجدد ما بين الكرخ وأمانة بغداد، وهنا الحكاية الجديدة ل 45 دقيقة متبقية ما بين الفريقين. أيضا هدف لأمانة بغداد وهدف للكرخ وشوط المدربين. ماذا يخبئ لنا من أسرار بالنسبة لأيمن الحكيم مدرب فريق الكرخ ووسام طالب مدرب أمانة بغداد؟ حسين زياد غادر وحيدر أحمد هم من غادروا. إذا مامادو سورو وعلي قاسم هم من شاركا لفريق الكرخ. إذا أنا وإياكم تغييرات أيمن الحكيم المبكرة بهذه اللحظات. نشاهد ونترقب علي قاسم اللي سبق واللعب لفريق النفط والميناء، وبذلك أيضا مامادو السورو اللي يشارك بهذه اللحظات، اللاعب الموريتاني اللي سبق وأن كان لاعبا لفريق الوحدات الأردني لأنه هو لاعبا لفريق الكرخ. هكذا هي خيارات أيمن الحكيم. إذا الكرخ من اليسار وأمانة بغداد من اليمين. سجل أول أهداف هذا اللقاء لأمانة بغداد منتظر عبد الأمير من ركلة جزاء، وسجل التعادل للكرخ يونس حمود. كرة تلعب الآن بهذا التوقيت، تبادل التمريرات وانطلاقة نحو الأمام للبحث عن تمريرة تصل لزيدان. عبد الجبار من اليمين، محاولة للكرخ عالية داخل المنطقة لا زالت قائمة، وعملية الاستعادة لمحمد خالد كوفي، والتمريرة الخاطئة إلى بوبا جانوف الأوزبكي. ينطلق الأوزبكي، زيد بالسرعة، يبحث عن مساحة، يبحث عن الحلول. بوبا جانوف بوبا جانوف بوبا جانوف يحاول، والتسديدة بالمباشر لكن مرت إلى خارج الملعب. هي تسديدة وعرضية بنفس التوقيت على مرمى الحارس محمد شاكر، وبذلك مرت على الكرخ وضاعت على أمانة بغداد. بوبا جانوف اللاعب الأوزبكي اللي انطلق انطلاقة مميزة باللقطة الماضية. كرة للكرخ الآن بهذا التوقيت تصل من الطرف في الأيسر، محاولة لا زالت وعملية الدوران مع الكرة، لكن التمريرة نوعا ما كانت صعبة، استعادها ولا زال البحث عن المساحات من المهاجمين الجيدين. وكرة تصل بوسط الملعب على الطرف الأيمن، محاولة قائمة من اليمين، هذه لا زالت هذه الانطلاقة، وبعد ذلك الكرة تعود إلى رمية جانبية الآن، رمية جانبية بهذا التوقيت إلى فريق أمانة بغداد. شوط ثاني منتظر مترقب. نذكركم بأن اليوم مواجهات عديدة على مستوى الدوري، دوري نجوم العراق، 5 لقاءات تلعب الآن، 3 مباريات بنفس التوقيت. الكرخ أمانة بغداد اللي أمامك بالصورة، الكهرباء ونوروز اللي لا زال يتقدم الكهرباء على نوروز بهدف نظيف، وأربيل اللي يتقدم على فريق النجف بثلاثية مقابل هدف. أما الساعة 8 مباراتين بنفس التوقيت، الموصل بمواجهة الطلبة وزاخو بمواجهة ديالى. هكذا هي مواجهات اليوم الأخير لحساب الجولة 34. أما بعد الجولة 35 ستنطلق يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى مواجهات عديدة، وهنالك أيضا سيكون الديربي بمواجهة المتصدر القوة الجوية. هنا متابعة لموسى آمور والتسديدة لكن بعيدة إلى خارج الملعب.
من أهم المواجهات القادمة بالجولة 35 هو لقاء الديربي ما بين المتصدر فريق القوة الجوية يصطدم بفريق الطلبة. المواجهات اللي تنتظر أو ينتظر من خلالها القوة الجوية وجماهير المحافظة على هذه الصدارة، ولا زال الشرطة يلاحق أيضا فريق القوة الجوية. منافسة شرسة أيضا على المراكز الثالث والرابع وحتى الثاني. وبذلك الكرة تعود الآن إلى فريق الكرخ. الدوران مع الكرة، زيدان ممتاز لكن فقد التوازن باللقطة الماضية بعد احتكاك على ما أعتقد مع لاعبي أمانة بغداد. سلامات يا زيدان، سلامات للاعب فريق الكرخ بهذا التوقيت. نذكركم بأن بالجولة الماضية الكرخ حقق انتصار مثير على زاخو بثلاثية مقابل هدف. سجل يونس حمود ركلة جزاء ومامادو سورو سجل هدفين. وأيضا نذكركم بأن أمانة بغداد تعادل أمام النجف بهدف مقابل هدف بإمضاء اللاعب حسين طالب لأمانة بغداد. الجولة القادمة الكرخ يواجه الغراف بملعب الناصرية الدولي، وأمانة بغداد يواجه الكهرباء بهذا الملعب ملعب الكابتن شرار حيدر. مواجهات صعبة حتى هذه الجولة. الكرخ سجل 41 هدف واستقبل 33، أما بالنسبة لأمانة بغداد اللي سجل 40 لكن استقبل 58 هدف. يعني مع هذه الأهداف الموجودة اليوم اللي أمامك بالصورة، أمانة بغداد استقبل 59 هدف وسجل 41، والكرخ سجل 42 واستقبل 34. إذا رمية جانبية الآن تلعب للكرخ بصورة سريعة، الدوران ممتاز لكن تمريرة اصطدت، وإلى رمية جانبية الآن فريق الكرخ. الأمور لا زالت هادئة. هذا هو مصطفى رميض اللي كان لاعبا لفريق الموصل، الآن هو مع فريق الكرخ. زيدان تعود الكرة بهذا التوقيت، دوران مع الكرة للبحث عن المساحات على الطرف الأيسر. هنا محاولة كرخية والتسديدة، لكن وسام هو من يتصدى لهذه التسديدة اليسارية الجميلة. الكرة تعود الآن إلى اليسار، متابعة للبحث عن المساحات وبعد ذلك القوة الجسمانية أيضا متواجدة بهذا اللقاء. بكرة عادت إلى جوزيف بافو اللاعب اللي يحمل الجنسية السويدية. إذن سلامات للاعب فريق أمانة بغداد. عملية إخراج الكرة بمبدأ الروح الرياضية هنا المغربي كمال القرع بهذه اللحظات. لا زال الانتظار. ايضا هو سبق وان كان لاعبا. تحدث ايضا عن زيدان عبد الجبار، سبق وان كان لاعبا لامانه بغداد، لعب للقوه الجويه والنجف والشرطه وكربلاء واربيل، ويعود الان الى الكرخ. هذا هو جوزيف بافو. هنا كمال القرع اللاعب المغربي، والدقائق المتبقية لشوط اللقاء الثاني لا زال فيها الكثير والكثير. نعم، هو من تحصل على هذه الركلة، ركلة الجزاء اللي سجلها منتظر عبد الأمير، وبذلك لا زالت النتيجة كما هو الحال عندما انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل هدف مقابل هدف. ما هي الأسرار والمفاجآت التي لا زالت تنتظرنا بشوط اللقاء الثاني؟ ما هي الخيارات الفنية لكلا المدربين؟ نتحدث عن أيمن الحكيم ووسام طالب. الكرة تعود الآن لفريق الكرخ. إذن استئناف اللعب مشاهدينا متابعين، تستمر جولات ومنافسات دوري نجوم العراق يا من تشاهد عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. اليوم 5 لقاءات، 3 لقاءات الآن مقامة بنفس التوقيت. وهنا الخطأ الفادح وتعرض لإصابة، لكن الكرة لا زالت تصويب. الله، هو الهداف يغرد مع الكناري. يونس حمود يسجل هدف صاروخي
بالدقيقة 54. الله 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 الله، يونس حمود يبصم على الثنائية هذا اليوم ويصل إلى هدف 14 هذا الموسم ويسجل هدف عالمي. شوفوا هنا محمود هو اللي فقد التوازن، لكن يونس حمود سرق الكرة وصوب تصويبة جميلة باغتت حارس المرمى وسام علي، وبذلك هدف جميل قلب الطاولة فريق الكرخ وعملية قلب الطاولة على أمانة بغداد. تسديدة ولا أروع، تصويبة ولا أجمل، وهدف ثاني عن طريق المهاجم الممتاز يونس حمود. لقطة فيها اعتذار أيضا من يونس حمود من اللاعب منتظر عبد الأمير، يقول له يعني لم أكن أعلم بأنه تعرض لإصابة، كنت أعتقد بأنه فقد التوازن فقط وخسر الكرة، لكن بالأخير سلامة اللاعب هي الأهم. سلامات للاعب محمود أحمد. شوف يعني واضحة أمامك بالصورة. واضحة من التعبير والتبرير من يونس حمود. يقول له لميلاد كنت أعتقد بأنه فقد الكرة، لم أكن أعلم بأنه تعرض لإصابة، وبالأخير هذه الأشياء واردة بكرة القدم. شوف اللقطة، هذه هي اللقطة. فقد التوازن محمود، واستغلها هنا اللاعب يونس وصوب تصويبة قوية باغتت الحارس وسام علي، وبذلك الكرخ يعود أو يتقدم لأول مرة بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف. سلامات يا محمود أحمد. اي نعم، الإصابات شيء لا يتجزأ في كرة القدم، لكن هي من الأشياء المؤلمة. أيضا مشاهدينا متابعينا الكرخ هدفين بإمضاء نفس اللاعب يونس حمود، وأمانة بغداد هدف من ركلة جزاء سجلها منتظر عبد الأمير بالدقيقة 27. الآن الأمور تغيرت، الكناري يغرد بمفردة بهذه اللحظات، وبذلك أمانة بغداد ينتظر الآن أن يعدل النتيجة، أن يعود إلى المباراة، لأنه كان متقدما، وهكذا هي كرة القدم يا جماعة. فريق متقدم بهدف نظيف الآن هو اللي يصبح متأخر بفارق هدف. لذلك المتغيرات، الأشياء التي تتغير هنا، حسين طالب يشارك بديلا عن اللاعب محمود أحمد، وحسين طالب صاحب ال5 أهداف من أفضل اللاعبين اللي يشاركون بصورة يعني غير أساسية. عندما تشارك كبديل يصنع الفارق. حسين طالب بصاحب ال5 أهداف، سجل على القوة الجوية، سجل على الطلبة، ودائما أهدافه مميزة. شوفوا هو سجل هدف الانتصار على القرمة، وسجل هدف التعادل على الزوراء، وسجل هدف التعادل على النجف، وأيضا سجل هدفين عندما كان لاعبا مع نفط ميسار، وبذلك يشارك كبديل بهذه اللحظات. حسين طالب من البدلاء الناجحين عندما تمتلك لاعب بمواصفات حسين طالب، يعني مدربين اللي يجرون تغييرات بالشوط الثاني. حسين طالب دائما يكون ورقة رابحة. رمية جانبية الآن تلعب بهذا التوقيت إلى الخط الدفاعي لمصلحة أمانة بغداد. تبادل التمريرات بعد أن كانت للاعب عباس ياسين، كرة تصل الآن لفريق الكرخ بهذه اللحظات. تبادل التمريرات، انطلاقة من الطرف الأيمن، زيدان عبد الجبار بكرة وصلت بوسط الملعب عن طريق اللاعب حيدر أحمد إلى اليسار. مجتبى صالح بتمريرة عادت إلى جوزيف بافو. سيجري التغييرات على ما يبدو أيمن الحكيم. هنالك تغيير قادم للكرخ، وبذلك الكرة تصل من الطرف الأيمن. تمريرة أولى وثانية، ثالثة ورابعة. حسين فاهم على ما أعتقد هو البديل القادم لفريق الكرخ. كرة تلعب الآن من اليمين، انطلاقة لا زالت، محاولة الآن فكرتها ممتازة، متابعة، تصويب، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب. هل يكون ناويها اليوم يونس لإضافة الهاتريك؟
خلينا نشوف. ايضا كرة للكرخ. وبالحديث عن الهاتريك هذا الموسم شاهدنا يعني اللاعبين اللي سجلوا هاتريك 6 لاعبين سجلوا هاتريك هذا الموسم، كلهم لاعبين محترفين. ليونيل أتيبا لاعب الشرطة، فيدلسكوكو لاعب الغراف، تيميروف لاعب أربيل، لوكاس سانتوس لاعب الكهرباء، ياسين سامية لاعب الميناء، ديمي داوود لاعب نفط ميسان هو آخر الواصلين لإضافة الهاتريك. إذن زيدان عبد الجبار يغادر، حسين فاهم يشارك. وبالحديث عن السوبر هاتريك، هو سوبر هاتريك وحيد للاعب علاء الدين الداري اللي سجل بشباك فريق ديالا. كرة تعود الآن على اليمين بهذا التوقيت، كرة لعبت إلى فريق الكرخ، تبادل التمريرات. حسين فاهم اللي شارك قبل لحظات بعد أن غادر زيدان عبد الجبار. حسين فاهم من اللاعبين الشباب، هو ابن النادي سبق وأن لعب للصناعة والنفط. إذن مخالفة ودخلنا بالدقيقة 60، نصف ساعة متبقية بالتمام والكمال لنهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء. تلعب الكرة عالية الآن وعملية الإبعاد حاضرة بهذا التوقيت، والبحث عن الالتحامات البدنية من الطرف الأيسر. الكرة اللي مرت لمصلحة أمانة بغداد، يرتكب المخالفة على ما يبدو يونس حمود على التنفيذ. لعبت من الطرف الأيمن وبعد ذلك تصل إلى جوزيف بافو اللي يتركها لحارس محمد شاكر. لقطة في غاية الأخلاق الرياضية الجميلة ما بين جوزيف بافو وحسين طالب. لا زال وسام طالب مدرب أمانة بغداد لم يستخدم البدلاء سوى حسين طالب بتغيير اضطراري. وهنا كرة من اليسار، متابعة كرخية، متابعة صفراء لا زالت قائمة بهذا التوقيت. سلامات للاعب فريق الكرخ علي قاسم اللي شارك كبديل. سلامات يا علي قاسم. ايضا مشاركة لاعب بنو فلافيو مع مواطنة موسى امور اللي امامك بالصورة من انغولا. اذا الكرة للكرخ، لا زال علي قاسم يشكو من اصابة. حديث ما بين الكادر الفني لفريق الكرخ ايمن الحكيم ايضا مع النجم زاهر ميداني. سلامات. أوه أي حظ هذا يا علي قاسم. قبل لحظات شارك كبديل، الآن يطالب بالتغيير. هكذا هي كرة القدم عندما تكون قاسية. شوف علي قاسم شارك قبل لحظات قليلة والآن سيغادر بعد التعرض لإصابة على مستوى الركبة على ما أعتقد بهذه اللحظات. سلامات. ما هي خياراتك أيها الحكيم يا أيمن الحكيم؟ ما هي الخيارات؟ من هو البديل القادم؟ لكن أيضا يشعرون ببعض الألم على إصابة اللاعب علي قاسم. للتو شارك كبديل، أخذ فرصته، لكن عندما تكون الفرصة صعبة هذا ما يجري بكرة القدم، هذا ما يحصل بكرة القدم عندما تكون قاسية. أي نعم. لكن خلينا نشوف اللقطة، هذه اللقطة من فلافيو وعلي قاسم. سلامات يا علي قاسم، سلامات، ونتمنى أن تكون إصابة طفيفة. حديث لا زال مستمر. أيمن الحكيم مع مساعديه، ومن هو البديل القادم؟ توقف المباراة للإطمئنان على سلامة اللاعب وأيضا لإخراجه بهذا التوقيت. سلامات لعلي قاسم. خلينا نشوف من هو البديل القادم لفريق الكرخ بعد إجراء التغييرات ومغادرة زيدان عبد الجبار وأيضا مغادرة اللاعب حسين زياد. هكذا هي خيارات المدرب أيمن الحكيم. ننتظر
ونتمنى له السلامة من القلب للاعب علي قاسم. بالدموع عندما تكون كرة القدم قاسية هذا ما يحصل. شوف هنا أيضا هذه لقطة من اللقطات اللي شاهدناها بعد أن تعرض للإصابة اللاعب محمود أحمد وغادر كبديل وشارك مباشرة اللاعب حسين طالب. يعني الأمور هذه شيء طبيعي بكرة القدم، لكن تكون يعني مؤلمة. وهنا متابعة، لكن وسام علي ومرة أخرى نتمنى السلامة للاعب علي قاسم اللي غادر بداعي الإصابة، والكرة تعود الآن لمصلحة فريق أمانة بغداد. تلعب هذه اليسارية العالية اللي لا زالت تنفذ بهذا التوقيت، وعملية الدوران والتحضير، لكن مستخلصة الكرة هذا هو مامادو يخسر الكرة بهذا التوقيت. انطلاقة لا زالت الآن منتظر عبد الأمير، يحتاجونك الآن إذا أرادوا التعديل يا منتظر عبد الأمير، لكن هل سيسمح لكم بذلك فريق الكرخ؟ أيضا 25 دقيقة متبقية ستكون هنا إضافية. هنا مشاركة أحد اللاعبين الشباب اللي ينتظرهم مستقبل واعد، وهو مهدي عباس بالرقم 55. تغيير اضطراري، علي قاسم يغادر ومهدي عباس يشارك بهذا التوقيت بالدقيقة 65. خيارات الحكيم أيمن الحكيم دائما ما يعطي فرصة للشباب. كرة لأمانة بغداد داخل المنطقة والرأسية، وعملية الإبعاد تصل بهذا التوقيت، والمتابعة لكن عملية تشتيت الخطر إلى خارج الملعب. هي رمية جانبية الآن، رمية جانبية بهذه اللحظات يؤكدها حكم اللقاء يوسف سعيد. إذا مباراة صعبة على الطرفين، أو الراية موجودة ليس رمية جانبية، هذا ما تكلمنا عنه. إذا يوسف سعيد يؤكدها بأنها لمصلحة أمانة أو الكرخ لمحمد شاكر. دقيقة 66 والكرخ يتقدم بهدفين مقابل هدف على فريق أمانة بغداد. كرة ولكنها مرت إلى خارج الملعب. يعني الأمور هادئة، شاهدنا لاعبين تعرضوا لإصابة أو لإصابات، وشاهدنا تغييرات فنية أجراها الكادر الفني لكلا الفريقين. هنا حسين طالب، لكن الكرة بعيدة تحولت إلى خارج الملعب. يعني هو فريق الكرخ دائما من الأندية اللي تعطي فرصة للشباب، وأغلبية اللاعبين النجوم تخرجوا من هنا من فريق الكرخ. وأيضا نتكلم عن المدرب أيمن الحكيم، من المدربين اللي يعمل يعني يقدم مزج ما بين اللاعبين الشباب ولاعبين الخبرة. هنا كرة عالية داخل المنطقة خطيرة، لا زالت المتابعة، وبعد ذلك استخلاص الكرة لمصلحة فريق الكرخ. عودت الكرة إلى مهدي عباس بالكعب، لكن مستخلصا لا زالت لأمانة بغداد. عملية البحث والاندفاع، حكم اللقاء يطالب باستمرارية اللعب، والكرة تعود الآن لمصطفى أرميض اللي يشتت الخطر إلى خارج الملعب. رمية جانبية الآن. بهذه اللحظات من الممكن أن نشاهد الدقائق المتبقية مليئة بالمفاجآت. خلينا نشوف. هذا هو موسى أمور بكرة تركت إلى ميلاد فلا. الله 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 الله، ميلاد يا ميلاد من هذه المسافة البعيدة يا ميلاد، والتصويب القوية اللي كانت بهذه اللحظات. شوف يا الله عليك يا ميلاد. هو جرب حظه بشوط اللقاء الأول وسدد تسديدة، لكن اعتلت العارضة. هذه المرة تألق محمد شاكر، هذه المرة تألق، لكن الكرة العالية وتشتيت الخطر بهذه الأثناء. كرة تعود الآن لمصلحة فريق الكرخ. عملية الاستخلاص بهذه اللحظات، وكرة تتحول بهذه الدقائق. عادت للكرخ، تغيير اللعب من اليمين إلى اليسار، وبهذه اللحظات الكرة تمرر على الطرف في الأيسر. تبادل التمريرات، وهنا الانطلاقات، وهنا عملية التحضير. لا زال طلب الكرة لفريق الكرخ. وصلت إلى مهدي عباس تمريرة سريعة إلى وسط الملعب. هذه انطلاقة على اليمين، وصلت لمصطفى أرميض يحاول بكرة خطيرة، لكن الاستخلاص من لاعبي أمانة بغداد.
تلعب الكرة من اليسار. تغييرات قادمة بالنسبة لي فريق أمانة بغداد. جبار كريم هداف الفريق قريب من المشاركة بهذه اللحظات، وأيضا اللاعب باختيار قاسموف اللاعب الأوزبكي سيشارك بالدقائق القادمة. إذن من سيغادر؟ خلينا نشوف بهذه اللحظات. كرة تعود الآن إلى أمانة بغداد. الأنغولي يمر، يتلاعب، يبحث، يحاول، يمرر، لكن الكرة لمحمد شاكر تعود لحارس المرمى. محمد شاكر اللي تعملق وتألق أمام تسديدة اللاعب ميلاد فلاح. هذا مامادو سورو بكرة تحولت على الطرف الأيسر. عملية نقل اللعب وصلت إلى مهدي عباس. هذا هو مهدي عباس. نقل اللعب لا زالت بهذا التوقيت. تعود مرة أخرى مهدي من اليسار، والمحاولة اللي تصل بهذا التوقيت. لنشاهد، لنترقب. تقريبا 20 دقيقة متبقية بهذه اللحظات. الأمور الصعبة. سلامات سلامات للاعب فريق الكرخ، ويا لها من مباراة مليئة بالإصابات. حسين فاهم اللي شارك أيضا كبديل، وأيضا شاهدنا ما حصل مع اللاعب علي قاسم. هذا تسديدة ميلاد. نعم، شاهدنا ما حصل مع علي قاسم اللي شارك كبديل وغادر بسبب الإصابة، تعرض لإصابة على مستوى الركبة. تصدي ممتاز من محمد شاكر بهذه اللقطة، وميلاد بخبرة السنوات الطويلة هو اللي سددها بهذه اللحظات. أيضا خلينا نشوف كرة ثابتة بهذه اللحظات تلعب الآن داخل منطقة الجزاء والرأسية، لكنها اصطدت. إذن غادر موسى آمور وبوبا جانوف، وشارك جبار كريم وباختيار قاسموف اللاعب الأوزبكي. هذا هو جبار كريم هداف الفريق برصيد 6 أهداف. سجل على الطلبة وسجل على نوروز والكرخ والنفط والزوراء ذهابا وإيابا. هو اللي سجل هدف التعادل أمام فريق الكرخ بلقاء الذهاب لحساب المرحلة الأولى باللحظات الأخيرة. الآن الأمور مختلفة، المراكز مختلفة. هذا هو قاسموف سجل ثنائية أمام الشرطة، واحدة كانت من ضربة حرة مباشرة من أروع ما يكون. المباراة اللي انتصر من خلالها أمانة بغداد على فريق الشرطة بهدفين مقابل هدف. أيضا قاسموف المتخصص لتنفيذ الكرات الثابتة. هذه اللقطة اللي تحصل من خلالها جبار كريم على المخالفة. إذن هذا هو قاسموف المتخصص، قاسموف الأوزبكي، والتركيز هل يصوب بالمباشر أو يرسلها عرضية. قاسموف والكرة اصطدت، وبعد ذلك العودة بهذا التوقيت على الطرف الأيمن. مامادو، الله الله الله، مامادو ممتاز. تبادل التمريرات وعملية نقل اللعب. مامادو يختار العودة إلى الخط الدفاعي. مصطفى رميض بكرة تحولت إلى مامادو. شوف هو هادئ تماما، لكن مساحات ضيقة. المساحات ضيقة، هو ملك المساحات الضيقة. ممتاز يا مامادو. كرة تعود الآن إلى جوزيف، في غاية الهدوء جوزيف بابو. الكرخ يقدم شوط ثاني ممتاز. الكرخ يقدم شوط ثاني جيد. أيضا الكرة تعود أو يغادر. ماذا هناك؟ يخرج الكرة. هل هنالك إصابة؟ جبار للتو شاركت يا جبار. ما هذه المباراة يا الله يا الله. لعنة الإصابات تلاحق الفريقين بهذا اللقاء. إجهاد بدني واضح. اي نعم، تكلم عن ضغط المباريات. اي نعم، هذه تسبب إجهاد وضغط، لكن منافسة شرسة، وهكذا هي الظروف. هي من جعلت كل 3 أيام جولة بسبب التأجيلات اللي شاهدناها ببداية الموسم. إذا لم يتبقى إلا 4 جولات على النهاية. كرة تعود الآن لفريق الكرخ. التغييرات اللي أجراها أيمن الحكيم والتغييرات اللي قدمها وسام الطالب، ومتبقي تقريبا 16 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. وما هي المفاجآت اللي تنتظرنا بهذا اللقاء؟ كرة وصلت بوسط الملعب
وهذه انطلاقة من الطرف الأيسر بهذه اللحظات. كرة تعود الآن جوزيف بابو، والدوران مع الكرة بهذه اللحظات على اليسار. هذه محاولة تمرير الآن، انطلاقة الآن. الكرخ يحاول ولا زال يعتمد كليا على الطرف الأيسر. مرور ممتاز، تلاعب ممتاز، هذه خطيرة، وصلت إلى مهدي عباس. مهدي ونقل اللعب من الوسط إلى اليمين، متابعة لا زالت، هذه خطيرة، ولكن الإبعاد وعودة الكرة لحارس المرمى. حارس المرمى باللقطة الماضية هذا منتظر عبد الأمير، محاولة وانطلاقة بهذا التوقيت للبحث عن المساحات، لكن حكم اللقاء يقرر الإعلان عن مخالفة ومعها بطاقة على ما يبدو، بطاقة صفراء على البديل مهدي عباس اللي شارك كبديل قبل لحظات. مهدي عباس والبطاقة الصفراء. تدخل على لاعب منتظر عبد الأمير، سلامات لمنتظر، وبذلك نشاهد أنا وإياكم الكرات الثابتة. هذا هو مهدي عباس، اللاعبين الشباب اللي ينتظرهم مستقبل واعد على مستوى دورينا. على التنفيذ الآن هذا هو المتخصص الأوزبكي قاسيموف. ربع ساعة أخيرة متبقية مشاهدينا متابعينا في كل مكان. إذن قاسيموف والتركيز العالي والكرات الثابتة لأسود العاصمة خطيرة الآن، لكن الإبعاد حاضر بالتوقيت المثالي بالنسبة للكناري. لا زالت قائمة، لا زالت حاضرة المتابعة الآن. الله 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 على اللقطة. ميلاد، يا ميلاد، هو مدافع ولا مهاجم ولا وسط؟ بكل الجهات وزوايا الملعب تشاهد حاضر وخطير. محاولات أمانة بغداد يعني بالشوط الثاني، هذه ثالث محاولة عن طريق نفس اللاعب اللي هو ميلاد فلاح. كرة للحارس محمد شاكر. بدأت الأجواء تضيء بملعب الكابتن شرار حيدر بعد غياب الشمس، وبذلك الأجواء الجميلة بهذا الملعب والدقائق المتبقية لنهاية اللقاء. وهنا الجولة 34 والمباريات التي تقام بنفس التوقيت. أيضا الكهرباء لا زال متقدما على نوروز بهدفين مقابل هدف. أربيل لا زال متقدما على النجف ب4 أهداف مقابل هدف. وهنا اللي أمامك بالصورة الكرخ يتقدم على أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف. أجواء مثيرة بالجولات الأخيرة من دورينا، وبذلك الكرة تلعب من الطرف الأيسر. متابعة لا زالت قائمة، والكرة تحولت إلى رمية جانبي. هل هنالك مفاجآت بالدقائق المتبقية أو لا؟ لنشاهد، لننتظر، لنترقب أي مفاجآت مخبأة بهذا اللقاء. نعم، هي هذه الكرة ما بين أحمد عبد الحسين، والكرة تصل بالوسط الآن لمصلحة أمانة بغداد. منتظر عبد الأمير بالواحد على واحد ممتاز. كرة اللي تصل بهذا التوقيت الآن عالية، الأقرب الحارس محمد شاكر. محمد شاكر عملية الهدوء، كسب البعض من الثواني، تهدئة الأمور بالنسبة لي لاعبي فريقه. كرة عالية الآن تصل بهذا التوقيت، رأسية بوسط الملعب. مهدي عباس، رأسية تحولت من الطرف الأيسر، نقلة بالوسط لا زالت قائمة عن طريق لاعبي فريق الكرخ. المحاولات اللي لا زالت، انطلاقة ممتازة، تمريرة أولى وثانية، الثالثة لم تصل، والرابعة لأمانة بغداد. ميلاد الآن صاحب الخبرة الطويلة، والتمريرة اللي تحولت من الطرف الأيمن، والمتابعة اللي لا زالت لأمانة بغداد. تبادل التمريرات، تبادل النقلات للبحث عن الحالات والمساحات، هذا ما يريد أمانة بغداد، لكن الكرخ يريد البحث عن المرتدات. هذا شيء طبيعي، متقدم يتراجع لخطوط الدفاعية. والكرة لأمانة بغداد الآن تلعب عالية داخل المنطقة، لكن جوزيف بابو وعملية الإبعاد.
كرة لا زالت من اليسار، وبعد ذلك الصراعات البدنية لم يتمكن أن يمر ما بين أكثر من لاعب، وهنا الصراع لا زال حاضر ما بين اللاعبين. كرة تعود الآن إلى جوزيف بابو ونقل اللعب إلى الوسط، انطلاقة كرخية، محاولة صفراء بهذا التوقيت لا زالت من اليمين. الله على الفكرة، الله على النقلة، لكن الاستلام لم يكن موفقا باللقطة الماضية. كرة تعود لمصلحة أمانة بغداد، تمريرة بالوسط ميلاد فلاح، وكرة من الطرف في الأيمن. دخلنا بالدقيقة 80، وهنا أمانة بغداد والمحاولة من اليمين لا زالت قائمة، خطيرة. الله الله الله، شوف ردة الفعل مرة أخرى عن طريق الحارس محمد شاكر، لا زالت قائمة الآن من اليمين، المتابعة العالية الخطيرة، لكن الأقرب الخط الدفاعي يتركها تغادر إلى رمية جانبي. سلامات ماذا حصل داخل منطقة الجزاء؟ مصطفى أرميض على ما يبدو، نعم، ولاعب أمانة بغداد. سلامات، خلينا نشوف اللقطة. هذا هو بلافيو، كرة مباغتة بالمباشر صوبها باللقطة الماضية، لكن محمد شاكر حاضر ذهنيا وبتركيز جدا عالي باللقطة الماضية. 10 دقائق أخيرة متبقية مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. الأمور لا زالت صعبة على الفريقين. نعم الكرخ متقدم بفارق هدف، لكن يعلم تماما بمدى صعوبة الدقائق المتبقية، وأمانة بغداد أيضا سيحاول من أجل البحث عن الخروج بنقطة. وهنا المحاولة والتسديد، لكن محمد شاكر يتصدى للكرة الماضية. نعم هذه اللقطة داخل منطقة الجزاء، فلافيو حاول لكن واجه محمد شاكر بالكرة الماضية. ممتاز محمد شاكر من الحراس الجيدين هذا الموسم. ايضا كرة لمهدي عباس من هذه المسافة، مهدي ينتظر، مهدي يحاول بكرة عالية داخل المنطقة، ارسلها بصورة ممتازة لكن لا زالت متابعة، وين تدخل الحارس وسام علي، بل هي مخالفة يؤكدها يوسف سعيد بهذه الأثناء. أيضا الكرة، وكان متسلل على ما يبدو، كان متسلل يونس، نعم هو لم يتدخل لكن مخالفة أكدها الدولي يوسف سعيد بالكرة الماضية. على التنفيذ هذا هو وسام علي بكرة تصل لفريق الكرخ، عالية الآن للبحث عن مامادو، لكن الخط الدفاعي ممتاز واستخلاص الكرة والمتابعة اللي لا زالت. مامادو يحاول، مامادو يختار العودة إلى مهدي عباس، تمريرة بالوسط تحولت لمصطفى أرميض من الطرف في الأيمن. مصطفى أرميض الفكرة ممتازة لكن التمريرة كانت قوية وتحولت من خلالها إلى خارج الملعب. اللحظات الأخيرة شاهدنا أيضا بلقاء الذهاب أمانة بغداد سجل التعادل على الكرخ باللحظات الأخيرة عن طريق لاعب جبار كريم، وأيضا التعادل على الزوراء سجل حسين طالب بالنسبة لأمانة بغداد باللحظات الأخيرة. وبهذا التوقيت لا زال يحاول أسود العاصمة أن يصلون إلى مرمى الكناري، لكن الكرخ لا زال صامدا بهذه اللحظات. لكن ما هي المفاجأة المقبلة؟ ما هي المفاجآت المرتقبة؟ هل يسجل الكرخ الهدف الثالث أو يسجل أمانة بغداد التعادل، أو تبقى هذه النتيجة؟ تغيير قادم على ما يبدو. سلامات للاعب مامادو صاحب ال6 أهداف، سجل على نفط ميسان والميناء والكهرباء وزاخو، منها ثنائية على الكهرباء والثنائية على زاخو. مامادو سورو. إذا نشاهد بهذه اللحظات الكرة للحارس محمد شاكر والسرعة بهذا التوقيت. انطلاقة لا زالت، محمد خالد اللي غادر
ومحمد مصطفى هو اللي شارك. محمد خالد كوفي نعم اللي ترك مكانه. والكرة تصل الآن بهذا التوقيت. محمد مصطفى نعم هو اللي شارك. منتظر عبد الأمير عالية الكرة، وجوزيف بافو بكرة تحولت إلى وسط الملعب. نقل الكرة إلى مهدي عباس. مهدي عباس وتمريرة سريعة بهذا التوقيت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية الآن. مهدي عباس على التنفيذ. الكرخ بكرة وصلت بهذا التوقيت. مهدي عباس والتمريرة إلى اللاعب يونس حمود. يونس حمود يخسر الكرة أمام من؟ أمام ميلاد. القائد والإرسال، القائد والتحضير، القائد والانطلاق، القائد ولا زالت هذا الإبعاد. وهنا الخطأ يؤكد حكم اللقاء لمصلحة فريق الكرخ. الدولي يوسف سعيد. الدولي يوسف سعيد. والحديث أيضا مع غرفة الفار مهند مناف وأكرم علي. هذه اللقطة شوفها بصورة أوضح من هذه الزاوية. جبار كريم، لكن جوزيف بافو استخلص الكرة، والكرة لمصلحة فريق الكرخ. الكرة لفريق الكرخ الآن. دقائق الخمسة الأخيرة المتبقية من عمر اللقاء، وبذلك تلعب الآن من الطرف الأيمن. متابعة لا زالت رأسية من ميلاد. يقدم مباراة كبيرة اليوم ميلاد، مجهود بدني عالي وتركيز عالي. منتظر عبد الأمير الآن. منتظر عبد الأمير أكثر من لاعب يواجه، لكن بالسرعة 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 بالسرعة. والكرة تحولت إلى خارج الملعب. كرة تحولت إلى خارج الملعب. جبار كريم، محاولات أمانة بغداد. ضربة ركنية الآن على التنفيذ. بهذه اللحظات تصل الكرة الآن عن طريق لاعبين فريق أمانة بغداد. تبادل التمريرات، تبادل الكرات، وبهذا التوقيت وبعد ذلك عملية الإبعاد. لا زال الضغط عالي من أمانة بغداد، لكن الكرة بعيدة من دون أي تركيز. ينتهي بها المطاف إلى خارج الملعب. الآن لحظات التركيز. هذا هو أحمد عبد الحسين. تغييرات اللي يجريها المدرب أيضا وسام بهذه اللحظات، بإضافة اللاعب عبد الله خلف. يغادر أيمن رزيج ويشارك عبد الله خلف اللي سبق وأن كان لاعب لنفط ميسان ولاعب للقرمة والديوانية. هكذا هي خيارات المدرب وسام طالب. كرة تصل إلى وسط الملعب. الدقائق الثلاث الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي، والكرخ لا زال متقدما بفارق هدف على أمانة بغداد، مع محاولات أسود العاصمة للتعديل. بهذه اللحظات منتظر عبد الأمير، الطريق مغلق أمام الخط الدفاعي، والكرة لمهدي عباس. مهدي عباس يرسل الكرة عالية من اليمين. محاولة الآن، متابعة الآن، لكن يونس حمود يبحث ويصارع أمام من؟ أمام الخط الدفاعي. بهذه اللحظات خط الدفاعي والأمور اللي لا زالت بهذه اللحظات. كرة تصل من اليسار. متابعة الآن، والكرة العالية الرأسية. الله الله يا محمد شاكر، الله يا محمد شاكر على ردات الفعل اللي قدمها بهذا اللقاء. رأسية جميلة، رأسية متقنة. شوف اللقطة، شوف اللقطة. لعبت من اليسار، وبعد ذلك بأول لمسات عبد الله خلف. رأسية جميلة من جبار كريم، لكن الأروع كان الحارس محمد شاكر. عالية الكرة الآن، لا زال يبحث عن الكرات العالية فريق أمانة بغداد. بكرة تحولت من اليمين، والمتابعة اللي لا زالت بهذه الأثناء لفريق الكرخ الآن. هذه تمريرة بوسط الملعب، وهذه نقلة لا زالت من اليمين
تمريرة جميلة تلعب على طرف الأيمن. الكرخ يريد أن ينهي اللقاء بهدف ثالث بتمريرة جميلة تصل من اليسار، هل يصوب أو لا من هذا المكان داخل المنطقة؟ الآن دوران مع الكرة، تبادل النقلات، تبادل التمريرات، عالية الكرة عالية، لا زالت لفريق الكرخ. الآن آخر دقيقة وعملية المحافظة على الكرة بهذه الأثناء لفريق الكرخ، والكرة تحولت إلى ضربة ركنية. لقطة جميلة بالكرة الماضية ما بين يونس حمود وعبد الله خلف. وبهذا التوقيت ماذا يؤكد يوسف سعيد؟ هل هي ضربة ركنية لفريق الكرخ؟ اي نعم ضربة ركنية. مصطفى أرميض والكرات الثابتة الآن والمتابعة الآن والثالث قريب. الله 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 الله، شوف التراجع وشوف الإبعاد. نعم لقطة من أروع ما يكون بالكرة الماضية للخط الدفاعي. الخط الدفاعي اللاعب الموريتاني محمد رمضان، متابعة الآن لأمانة بغداد، وبعد ذلك تشتيت الخطر بهذا التوقيت. الوقت الأصلي انتهى كم دقيقة كوقت بدل ضائع سيقدمها الطاقم التحكيمي، هل هي 4 أو 5؟ عالية الكرة داخل المنطقة والمتابعة اللي لا زالت. الآن الإبعاد إلى مامادو، 6 دقائق لا 4 ولا 5، 6 دقائق يقدمها الطاقم التحكيمي كوقت بدل ضائع لنهاية هذا اللقاء. نعم هذه اللقطة من لاعب أمانة بغداد ومامادو. المخالفة بهذا التوقيت تلعب من الطرف الأيمن، عملية استخلاص الكرة الحاضرة بهذا التوقيت، وبعد ذلك الكرة لفريق الكرخ. تمريرة لا زالت من اليمين، متابعة الآن، التركيز العالي، اللحظات الأخيرة. 90 دقيقة انتهت، الآن الدقيقة الأولى بعد 90. الكرة من اليسار لا زالت لم تغادر، لا زالت قائمة. العرضية السريعة مامادو، لكن الاستخلاص حاضر بصورة ممتازة من لاعبي أمانة بغداد. هذه انطلاقة لأسود العاصمة، هذه محاولة لأسود العاصمة. أبيض اللون يحاول، أبيض اللون يمرر بكرة لمنتظر عبد الأمير، 1 على 1 الآن. انطلاق الآن، تمريرة تصل بصورة ممتازة بعد تدخل كان موجود باللقطة الماضية. تعود الكرة لفريق الكرخ، تمريرة أو لا، بل انتظر، بل وقف، بل بحث، بل مرر. هذه محاولة لا زالت الآن. هل يسجل الكناري الثالث؟ هل يغرد الكناري بالثالث؟ لكن عملية استخلاص الكرة بصورة ممتازة من الموريتاني محمد رمضان. تعود الكرة بوسط الملعب الآن، هذه متابعة بيضاء، نقلة لأمانة بغداد. المساحات حاضرة، المحاولات حاضرة، والكرة من اليمين لا زالت الآن. تهدئة الأمور، تهدئة اللعب بكرة تحولت من اليسار لكن طويلة. استعادها أو لا منتظر؟ اي نعم استعادها. 1 على 1 الآن. منتظر عبد الأمير، تمريرة سريعة تصل لعبد الله خلف، تحضير اللاعب لا زالت لبلافيو. بلافيو، الله 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 يا بلافيو. قريب كان بلافيو من إضافة هدف التعادل بالكرة الماضية، وبعد ذلك التسديدة مرت. شوفها بالإعادة، تمريرة من عبد الله خلف وتسديدة فلافيو بالكرة الماضية. هذه لقطة الإبعاد والفرصة اللي أبعدها محمد رمضان، أخطر فرص فريق الكرخ بشوط اللقاء الثاني أبعدها الموريتاني محمد رمضان، وبذلك هذا منتظر عبد الأمير. أيضا المهارة الفردية لم تكن كافية أمام مصطفى أرميض باللقطة الماضية. كرة تعود الآن إلى فريق الكرخ، عالية الكرة باللقطة الماضية، والحارس وسام علي هو الأقرب. 6 دقائق كوقت بدل ضائع، انتهت منها 3، متبقي 3 بهذه اللحظات، وبذلك الكرة تصل لمصلحة فريق أمانة بغداد. عالية الكرة تصل لمصطفى أرميض، مصطفى أرميض بعيد الكرة إلى رمية جانبية لأمانة بغداد. جبار كريم بكرة لعبت إلى قاسيموف والتسديدة من هذه المسافة البعيدة، لكن ميلاد هو الأقرب. تعود إلى باختيار قاسيموف. منتظر عبد الأمير، 1 على 1.
إلى عبد الله خلف، عرضية اصطدت وإلى ضربة ركنية الآن. ضربة ركنية بهذا التوقيت. ضربة ركنية لأمانة بغداد. واللحظات الأخيرة القاتلة، عالية الكرة تنفذ الآن، والرأسية والإبعاد حاضر بهذا التوقيت. إبعاد حاضر بهذه اللحظات، وبعد ذلك تصل من الطرف في الأيمن، تلعب عالية داخل المنطقة والرأسية، بعد ذلك تعود لمصلحة فريق الكرخ. مامادو يبحث عن استلام الكرة أمام من؟ أمام محمد رمضان. مواجهة ما بين الموريتاني بالكرة الماضية، تعود الآن رأسية لمحمد شاكر. محمد شاكر يستلم كرته ويكسب البعض من الوقت بهذه اللحظات. كانت مواجهة موريتانية خالصة ما بين مامادو سورو ومحمد رمضان، لاعبين اثنين من موريتانيا، واحد من الكرخ واحد من أمانة بغداد، ولاعبين من أنغولا كلاهما من أو لاعبين لأمانة بغداد، وأيضا بوبا جانوف وقاسيموف من أوزبكستان لاعبين مع أمانة بغداد. تلعب الكرة الآن، دوران الحاضر والتحضير، آخر دقيقة، والكرة على ما يبدو رمية جانبية. أي نعم، رمية جانبية بهذا التوقيت. هذا مهدي عباس لاعب فريق الكرخ، والرمية الجانبية اللي تصل بهذه اللحظات لميلاد فلاح، والرأسية اللي مرت بالكرة الماضية، لكن الانطلاقة لمصلحة فريق الكرخ. اللحظات الأخيرة، الثواني الأخيرة والهجمات الأخيرة، هنا انطلاقة للكرخ. الله على الاستعادة، الله على التحضير، الله على التمرير. مهدي عباس الآن والمساحة الآن، مهدي والتصويب، والكرة اصطدت بلاعب أمانة بغداد ووصلت من الطرف الأيمن. هذا آخر اللحظات، استخلاص الكرة للكناري للكرخ، المحاولة اللي لا زالت، ومعها التحضير ومعها التمرير، وهنا الكرة تصل بوسط الملعب ومعها صافرة لنهاية اللقاء. مبارك للكناري، مبارك لفريق الكرخ، هارد لك لأسود العاصمة أمانة بغداد. مباراة كانت نوعا ما جيدة بشوطها الثاني بالأخص. أيضا مبارك 3 نقاط لفريق الكرخ، هارد لك لأمانة بغداد. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. ألتقيكم بإذن الله تعالى بالجولات القادمة. تقبلوا تحياتي، كان معكم المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.